فطار خفيف وسريع وسهل جدا، مش هياخد في ايدك ثواني. هيعجبكم جدا وخصوصا الاطفال. هنعمله دلوقتي مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي. يلا بينا نخش على الطريقة. كوباية من الدقيق، هحط عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح ومعلقة من السكر. دي المكونات الجافة، هقلبهم مع بعض واركنهم على جنب واجهز المكونات السائلة. في طبق تاني هحط نص كوباية من الحليب وعليها 2 من البيضة، وطبعا البيضة هنحط له فانيليا، حطيت نص معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الزبدة. هقلبهم كويس مع بعض لحد ما يمتزجوا كويس قوي، وهحط المكونات السائلة على المكونات الجافة مع التقليب علشان ما يكلكعش معايا او يعمل تخريزات كده. ده بانكيك بالموز. لو انت طبعا مش عايزه الموز تعمليه بانكيك لوحده كده، دي احلى طريقه وانجح طريقه في البانكيك. في طاسه بقى هنزل كده بالمكعب من الزبده صغير، واخد قطعه من الموز بالشوكه واغمسها في البانكيك واحطها في الطاسه. تاخد لون من الجنب هقلبها على الجنب التاني. بس خلاص، يطلع بقى ترش عليه اللي انت عايزاه بقى، عسل، نوتيلا او شوكولاته او من غير اي حاجه. الموز اصلا مسكر مش محتاجه. طعمها جميله جدا وسريعه ومش هتاخد في ايدك ثواني، والاطفال هتعجبهم قوي 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 للفطار، وحلوه لللانش بوكس برضو للمدارس. لو شفتوا الفيديو للاخر شكرا لكم بجد، ومتنسوش تقولوا لي رايكم في الوصفه وتحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم. بس خلاص،